حظ وانت مدرب، لازم. فمحمد يوسف النهارده حظه كويس ان خد ضربه جزاء، يعني قضاء وقدر، ووليد سليمان بيستعيد نفسه مرة أخرى. وليد سليمان وضرب الجزاء للنادي الأهلي، وليد سليمان وهدف جميل 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 بعد 10 دقائق و11 دقيقة. وليد سليمان بعد 11 دقيقة من الشوط الأول من ضرب الجزاء يتقدم النادي الأهلي بهدف من ضرب الجزاء على اسلام رمضان. يحطها وليد حلو قوي قوي قوي، يعني زاحفه قويه ولا يقدر يعمل فيها حاجه الشناوي عشان تصبح النتيجه. يعني هو الاهلي كان بيضيع ضربات كتيره جدا السنه دي، والراجل ده كان بره قاعد يتفرج. الزار بقى قال لك لا، انا جايبها عشان ايه؟ نكسر النحس. وفعلا يعني وليد سليمان نجح النهارده انه يكسر قاعده اضاعه ضربات الجزاء للنادي الاهلي هذا الموسم، ويحرز هدف الاهلي الاول، وتقدم الاهلي بهدف. شوف بقى حلمي طولان وفرقته ايه اللي هيحصل. انما سعد سمير واخد تعليمات فشوا الولد ده قبل ما يرقصكم، وهيخش لو كلمه الله على صبري وسوء حظ للحدود. يخش محمود علاء، وبدأ الحدود يخش في المباراة، وبقول لكم هتبقى مباراة كويسة وما فيهاش حاجة فعلا. ايه حكاية الغطاس دي؟ لا صح، الحكم الصراحة باين عليه كان بيلعبها ولا هو كان بيلعب فين ولا ما تعرفش. المهم يعني اللعيبة دلوقتي هتبطل ان هي ترمي نفسها. يا سلام على صبري، يا سلام على صبري وعلى اكرامي، يا سلام على صبري وعلى اكرامي وعلى يعني سعد سمير اللي طلعها ضربه ركنيه. ادي الضربه الركنيه، وفي ظل عدم الرقابه بشكل كويس الراجل لوحده تماما يحط الكره بكل سهوله على مرمى اكرامي عشان يعدل النتيجه لفريق الحدود. ادي اللعبه للمره الثالثه والرابعه اتعملت الركنيه ومفيش رقابه، 6 ياردة خاليه تماما من الرقابه. 3 في التعادل، شريف اشرف هو اللي بيسجل. قلنا حرس الحدود في الوقت الاخير من المباراه. كابتن محمد يوسف قدامنا بعد الجول اللي سجل منه شريف عدلوا النتيجه مع اخر دقيقتين. اكرام يلعب لقدام عند دومينيك. هنشوف الوقت اللي فاضل مع الوقت المحتسب بدل الضائع النادي الاهلي هيعمل ايه. حسام عاشور يفتح الملعب حلو قوي في الناحيه الثانيه عند احمد نبيل مانجا، يلعب بالعرض في منتهى الجمال. جول جول جول! ايه الجمال وايه الحلاوه دي! سعد سمير، مش ممكن سعد الدين سمير يجيب جول. ايه الجون الثاني للنادي الاهلي في وقت قاتل عرضيه في منتهى الجمال. سعد الدين سمير يتقمص دور المهاجمين الكبار ويسجل بدماغه الجون الثاني للنادي الاهلي. لا، لقاء حلو في اخر 5 دقائق. كل اللقاء كنا محبطين هجوميا، انما اخر 5 دقائق لخصوا لنا المباراه تماما النهارده، سواء حرس الحدود اللي سجل. انما نشوف الحكايه من اولها. ادي حسام عاشور، يا ولد يا لعيب يا عاشور، يا ولد يا مانجا، يا ولد يا سمير. حكايه الجون اللي فات ده 3 نقلات بلسم. ادي اللعبه هي مانجا بيشيلها عرضيه، سعد الدين سمير على القايم القريب في منتهى الجمال والروعه.